جماعة اكتشفت ان الشوبينج بتاع اني انفست في شعري ضافري اغلى بكتير قوي وتفاصيله كتير قوي عن اني اروح احط الاكستنشن واحط جel نيلز وخلاص. بس هنعمل ايه؟ It's a journey وانا قبلت التحدي. يلا بينا نشوف. هقول كده الاول حاجة. بصوا معايا لحظات. دلوقتي انا جبت البوكس ده من بيوتي باونتي، يعني ده البوكس اللي بيجيلي فيه الطلبات. عاده بجيب منهم حاجه كايناتكس كلها، بس الفكره انه هما ما بقاش عندهم التوب كوت بقالهم فتره، ودي حاجه مزعلاني جدا. عندهم الاويلز بتاعت كايناتكس ودي حلوه قوي وبستخدمها، بس هي لسه اللي عندي ما خلصتش فما جبتش جديد. عندهم كل حاجه تقريبا الا التوب كوت والا اللون النبيتي نسيته، وده كان مهم جدا لفتره اللي هي بين الصيف والشتاء اللي احنا فيها دي. بس يلا جبت شويه الوان تانية لذيذه قوي. بصوا اللون ده اللي هو تحسوه كده بينك مشمشي كده او فحلقي كده. بحبه قوي، بحب الدرجه دي جدا. وجبت ده بقى، يعني ده ما يتشالش. بص انا كنت حاطاه اصلا يولو وهحطه بقى كايناتكس عشان ده اكتر حاجه بتطول شويه، في يعني بتبقى بديل للجل بالنسبه لي هو كايناتكس. وهذا الريد بقى مع دخول الشتاء بقى، انا بعشق الريد البلودي ده اللي هو يعني لا اللي هو شبه الروج كده، افتح شويه من البلود. طيب this نيم فوشيا بحبه قوي 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 قوي. خلاص. ودرجة ثالثة بقى من البينك اللي هي دي. يا سلام، مع الوان بقى الخريف كده. هي دي الالوان ولا بلاش. تشجيع بقى لو سمحتوا، تشجيع حار كده قوي. طيب تعالوا نروح استحملوا لي الفيديو ده هيبقى طويل شوية. تاني انفستمنت. ان جبت انا فيس بلس علشان هو من دوكري، علشان ده بيعيد بناء الشعر تقريبا حرفيا. يعني بصوا انا لسه هبدا استخدمه، بس هو بيوعدوا بيه ان هما بيعيدوا بناء الشعرايه نفسها، وطبعا بينبت شعر جديد المفروض. بي strengthen وبي revitalize، يعني بيعمل حيويه كده وبيقوي الشعرايه. وانا مشكلتي ان شعري نازل على ضعيف، يعني هو بدا يطلع اهو من فوق نتيجه استخدام المينوكسيديل ولوشن كده كنت بستخدمه اللي هو كابيكسي. جبت بقى لوشن كمان عشان لما كابيكسي يخلص نجرب غيره. فالجو، فالجو مع الامبول. فانا يعني مش عارفه الشعرايه هتروح مني فين. شايفين شكل الامبول اصلا لوحده ممكن الشعرايه تخاف مني. فهو ده بقى، هذا هو المطلوب. طب الناس اللي مش عارفه الهير امبولز بيتعمل بيها ايه، هي بتتحط على فروه الراس وندعك كده قبل ما ننام. اللوشن بقى نحطه الصبح فنبقى قفلنا على السكالب كده انها تستفيد. طيب بالجو او بالوجو، اللي عاجبني فيها انها بتكنترول الهير فول، بتستيموليت هير جروث، بتزود يعني بصيلات شعر جديده وبتقلل التساقط، وان هي natural ingredients فواي نوت ان احنا نجرب. يلا بينا. طيب ايه تاني من الحاجات يعني اللي انا حابه اكمل الهول معاكم فيها برضو related للشعر والاهتمام بيه والضوافر ونقل الشعر. كلاري ليف ان، بيقال انه من احسن الحاجات اللي ممكن تجيبوها كليف ان. وعلى فكره في شويه حاجات كلاري موجوده جوه، وفي شويه حاجات سيرو بايب، وفي شويه حاجات براندز تانية موجوده في البيت، يعني كانوا موجودين عندي او جبتهم جديد. بس الفيديو ده مخصص للحاجات اللي هي لسه بورقتها، لسه ما فتحناش، يعني هو ده فكره الفيديو. اوكي. طيب هذا السيرم جي كي، يعني بجد خطير. انا عايزه اقول لكم على كارثه. قلت لكم الصبح وانا في الراديو انه الحته دي السيرم ما بيعملش معاها حاجه فبحط عليها نوكس اويل. اما بقى دول مش بقتنع غير لو سيرم، فعماله اجيب في حاجات اروح احط الاكستنشن ولا اعمل ايه. وكلاري هير ووتر، الحقيقه دي انا كنت خدتها هديه منهم، فقررت ان انا برضو هطلعها قدامي وابدا استخدمها عشان ده كرياتين انستنت بيتحط كده انستنت. طيب الصغنن ده ما بيدفعش فيه فلوس كتير، بس بيجيب من الاخر. كل شويه كده تطلعوه، يبقى في شنطتكم وسهل كده يتحط في الشنطه وتقعدوا تحطوا على ضوافركم، بس ده في الايام اللي مش حاطين فيها مايكير عشان يستفيد. واخر حاجه بقى، ده انا مش شارياه وخدته هديه في ايفنت، بس حبيت اجربه معاكم عشان في كده لما بنبقى عايزين نطبطب على نفسنا. فمفيش احسن من طبطبه الهدايا يا جماعه.
لونه الصراحه لذيذ، واللذيذ اكتر ان اتس لوكال براند اسمها جو. واللذيذ ان هم بيحطوا اسم الجلوس يعني بطريقه كده موتيفيتنج كده قوي، فكاتبين على ده حب. مش عارفه ايه علاقه اللون البراون بالحب، بس اتس نايس، اتس نايس ثينج الصراحه. وحبيت اللون لذيذ قوي مع لون شعري الجديد، في اللذيذ. وهذا الحلقه عشان الناس سالت الصبح، بعتوا سالوا، بروح اجيب بقى من ستراديفاريوس والمحلات الكتير دول اللي هم بيبقوا في المول كلهم. تلاقي الحلقان اللي هي بتبقى مثلا تلبسوا كذا واحد ورا بعض، فانا هنا لابسه واحد مع حلقاني عادي. بس كده اظن كفايه رغي قوي في هذا الفيديو. تابعوا الفيديو اللي هينزل جديد علشان هكلمكم على روتين الاندر ارم عشان الطلب مني كتير قوي. وعايزاكم لما تبقى عندكم موضوعات عايزيني اكلمكم فيها، بليز اكتبوا لي في الكومنتس عايزين اكلمكم في ايه واكلمكم عن ايه. واكيد انتوا خلاص بقيتوا عارفين تخصصي، انا بقيت اطلع لكم كتير قوي على التيك توك. كنت مقصره شويه معاه وكنت مركزه في ابس تانية وما زلت الصراحه، وهم يعني مش خير عليا، بس ستيل بقى قررت اركز في التيك توك الفتره الجايه. وعايزه اقول لكم ان انا دكتوره مي مجدي في الاساس صيدلانيه، وقررت ابقى اعلاميه وهيلث وبيوتي كوتش. ده ملخص الشهادات اللي انا خدتها في الست سنوات اللي فاتوا، وطبعا في سنين اكتر عشان في صيدله من اقدم. بس كده. والناس اللي كانت ساكنه ناحيه مصر الجديده عارفين طبعا انه دكتوره مي مجدي، عارفينها ولا ايه؟ بس انا دلوقتي سبت الصيدله، بشتغل فيها كباك جراوند او كعلم، لكن مش بشتغل في مهنه صيدله بس. فبشتغل بقى هيلث بيوتي كوتش، بباك جراوند فارماسي، بباك جراوند نيوتريشن، ومذيعه. واتمنى تكونوا متابعين برنامجي الجديد بي ذا تشينج على راديو تسعينات اف ام، وتكونوا عندكم او قد سمعتوا عن برامجي اللي قبل كده. كان عندي برنامج اسمه هاشتاج ليدي على قناه هي لمده السنه اللي فاتت كامله. وكمان كان عندي برنامج اسمه لايف ستايل على المحور مع زميلة عزيزة بس هي دلوقتي سابت المهنة. وكان عندي كمان برنامج اسمه بنت مصرية، وده كان وش الخير عليا واول برنامج عملته في المحور. والحقيقة اني بطلع ضيفة كتير جدا، بس انا احب ابقى ضيفة ومذيعة. وكمان عملت فقرات كتير قوي صحية من المطبخ الصحي في برنامج المحور، قناة المحور. حاجة صباحية كده، كان جميل قوي الصراحة. فانا بحب الميديا وبحب اربطها بالصيدله والبيوتي كوتشنج والهيلث كوتشنج. بحب قوي الروتين والسكين كير، ومن ايام صيدله لما كنت بشتغل في الصيدليه يعني القسم بتاع الشامبوهات والكريمات والميك اب وكده، ده كنت اقول لهم ده يخصني. الادويه بحب منها الفيتامينز، اما بقيه الادويه فربنا يسخرها لنا كده لما نحتاجها، بس غير كده يعني بعيد بعيد احسن. ورغيت كتير قوي يا جماعه، مستنيه بقى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس. نسيت اقول لكم حاجه مهمه قوي عني، ان الكورنر ده كورنر المفضل ليا في التصوير في بيتي. على الرغم ان الحمد لله عندي كورنرز احلى وممكن يطلعوا ألذذ، بس ده ابعد كورنر عن الاطفال في اوضتي كده على جنب. بقف كده، اتعودوا بقى على هذا الباب، عارفين الباب ده هتشوفوه كتير قوي لو انتوا يعني مش متابعيني على تيك توك من فتره، فهتشوفوا الباب ده كتير جدا. and that's it.